السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الهوت دوج او السوسيس. ماشي، انا بقول دايما ما تشتروش حاجه من بره. هنشوف خطوه بخطوه هنعمله ازاي. ماشي، اعذروني النهارده عشان انا عندي برد والله مش قادره اتكلم. يعني انا بقالي كام يوم ما فيش فيديوهات عدله، مش عارفه اتكلم خالص. تعالوا نشوف. جبت هو صدر فرخه واحد بس، عمل لي كميه حلوه قوي. تمام. جبت 4 فصوص توم ومعلقه هريسه شطه، حطيتهم في الكبه وضربتهم زي ما انتم شايفين كده. اديتهم ضربه قبل ما احط عليهم صدر الفراخ. تمام. اهو قطعت صدر الفرخه زي ما انتم شايفين، بقطعها حتت صغيره. ماشي، وبحطه في قلب الكبه واضربه وافرمه فرمه صغيره. وبعد كده ابدا احط عليه التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي يعني موجوده في كل بيت. الحاجات دي انت لو عملتيها في البيت هتاكلي حاجه نظيفه، حاجه مضمونه، هتشبعي عيالك. التوابل زي ما انتم شايفين: بابريكا مدخنة، بصل بودرة، توم بودرة، معلقة بصل بودرة ومعلقة توم بودرة ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة مرقة دجاج بودرة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد، ومعلقة فلفل أسمر وشوية ملح و3 معالق زيت. خلاص. وتحط الحاجات ديت في قلبه لون أحمر، عشان يديكي نفس الطعم، نفس شكل الايه اللي انت بتجيبيه من بره. على حسب الرغبه تزودي تنقصي، انت حره. تمام. وبتضربيه في الكبه، تفرميه في الكبه كده يا جماعه. اهم حاجه تصلوا وتسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله، وادعوا لي ربنا يشفيني. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. نصيحتي بجد لكل البنات ولكل الناس، يعني بجد بلاش تجيبوا الحاجه من بره او بلاش تاكلوا من بره. الحاجه من بره، والله انا في مره باكل، يعني انا بقالي فتره ما باكلش لانشون، انا باكل اللانشون لقيت فيه ريش. يعني انتوا عارفين ازاي؟ فصعبه. فانا حطيته بقى في التلاجة عشان يجمد شويه. هو عجينته بتلزق. وما تنسوش النشا يا جماعه. النشا ضروري جدا، هو اللي بيخليه متماسك وبيخليه معاك حلو قوي. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بتجيبي كيس وتفردي العجينه وتضغطي عليها بالسكينه كده لحد ما يديكي شكل الهوت دوج، او تحطي في قلب الصينيه. بتجيبي صينيه تحطي فيها زيت زي ما انتم شايفين كده، والكيس بتعصيه زيت وتبداي ايه، تحطي ترصي فيه تعملي فيه الشكل بتاع الهوت دوج. تمام. والله يا جماعه، والله بجد بامانه انا بطلت اجيب حاجه من بره. الحاجات اللي من بره دي يعني بصراحة لا ريحة ولا طعم. يعني استغفر الله العظيم بجد. لما الواحد بيعمل الحاجات دي في البيت وبدأ يفرق بالطعم، عارف ان فعلا ان في حاجات غلط بره. فانتي اعملي سهل سهل جدا وبسيط جدا، ومش هياخد منك وقت ولا هياخد منك وقت في التسوية. وهتعملي بكمية بسيطة كمية سندوتشات وايه نص فرخة. يعني انتي لو جيتي كلفتيه، لو جيتي حسبت التكلفة بتاعته، مش هتلاقيه كله على بعضه متكلف 100 جنيه. تمام. وهيعمل لك كميه حلوه. ده انا عملت الفطار النهارده اللي لسه واكله منه، والله حلو قوي، تحفه قوي قوي قوي. تمام. وبتعيني بقيه الكميه بتحطيها في التلاجة في الفريزر. وقت ما يكون مثلا ايدك مش طايله، ما عندكيش حاجه تعمليها اكل، جالك ضيف، جالي ولادك عايزين ياكلوا بالليل ولا حاجه، في ثانيه هتطلعيه وتقطعيه بصله وفلفل اخضر وتعملي سندوتشات وهتاكلي يعني هتشبعي انت وولادك بامانه. اهم حاجه صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يا رب اشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والله يا جماعه انا لسه واكله منه دلوقتي، والله حرفيا حلو قوي، احلى من طعم بتاع بره مليون مليون مره. انا اكلت بتاع بره، يعني يمكن كلته مره او مرتين، ما بصراحه ما عجبنيش يعني. انتوا فاهمين؟ سيبوكم من الحاجات بتاعت بره، خليكم في المضمون. الحاجه اللي انت بتعمليها بايديكي، بتجيب الفرخه صاحيه متنضفه قدام منك، بتقطعيها بتغسليها، بتتبليها، كل الحاجات ديت انت تقدري وانت قاعده في البيت. احنا ورانا ايه؟ ستات البيوت ما وراهمش حاجه. الموظفات برضو يخصصوا يوم ان هم يعملوا الحاجات ديت ويركنوها مع بناتهم، اي حد يساعدهم عشان ما يبقاش ضغط عليهم. لكن بامانه بقول لكم بلاش، لا موظفات ولا اي حد يجيب الحاجات دي من بره يا جماعه. ما عادش فيه الا ضمير صاحي، ولا عاد في ناس بتخاف ربنا سبحانه وتعالى الا من رحم ربي. في ناس كويسه وفي ناس محترمه وفي ناس، بس إيه زي ما بقولك ايه، اختلط الحابل بالنابل. فانا ليه؟ طب ما انا قاعده في البيت، طب ما انا اعمل اللي انا نفسي فيه واللي انا ببقى عايزه اجيبه من بره وبالشيء الفلاني ويكلف عليا، لا انا ممكن اعمله باقل التكاليف هنا. يعني انا عملت اهو وجبتين اتنين ما كملوش 100 جنيه.
يعني بقيه الفرخه نضفتها وحطيتها في التلاجة. شايفين الكميه يا جماعه حلوه قوي. بجيب حله ميه احطها تغلي على النار واحط الكميه في الصاجه واغطيها بصاجه تانية. تمام. يعني عشان ايه؟ اللي انا عايزه البخار، بس انا عايزه ان هو يستوي زي ما انتم شايفين يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. حلو وريحته جميله جدا وهو بيستوي كان ريحته حلوه قوي. فطبعا انا ايه، طبعا المغرب قفز عليا فهفطر. فانا قلت ايه، اعمل لي بتوعتين ثلاثه كده، اعمل سندوتشات. تمام. انا عملته يعني ما يكملش 6 وحايد بامانه يعني. بصراحه عملوا كميه السندوتشات اللي انتوا شفتوها واللي انتوا هتشوفوها دي حاجه حلوه قوي. اكلي ولادك وشبعي ولادك من ايديك ومن طرح ايديكي، بلاش تجيبي حاجه من بره. انا والله حرفيا انا نفسيتي تعبت. قعدت فتره تعبانه بسبب حاجات جبتها من بره. يعني والعربيه اللي انا شفتها فراخ ميته. لا لا يا جماعه، خليكوا ناصحين، خليكي شاطره، خليكي حافظه على صحه ولادك وصحتك وصحه جوزك. صدقيني شويه التقفيهم في المطبخ بتحوشي بلاوي عنك، يعني بتبعدي امراض عنك. ما تستسهليش وما تقوليش لا نجيب من بره ونعمل من بره. الحاجات اللي من بره دي ما تعرفيش يعني هي ايه، معموله ازاي، فراخ عايشه فراخ ميته، متنضفه مش متنضفه. لا 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 يا جماعه، حاجه ببيتك بايديكي ليها رونق تاني خالص. طبعا قطعت بصله مع شويه اللي انا قطعتهم دول، ورحت جايب على البوتاجاز معلقه زيت. طبعا عشان الوقت انا ما رضيتش ان انا اصور لكم وانا بعمل طبعا كل عارف بقى الهوت دوج بيتعمل ازاي في البصله والفلفل الاخضر والكلام ده. وعبيت الباقي في الكيس يعمل لي وجبه تانية وحطيته في التلاجة. ورحت جايباه زي ما انتم شايفين بعد ما اتعمل اهو يا جماعه. وفتحت السندوتش، عمل كميه سندوتشات حلوه قوي 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 بصراحه. انا عمري ما افكر ان انا اجيب الحاجات دي من بره تاني. شويه كاتشب شويه مايونيز، تعرفي تظبطي السندوتش. ولادك هيحسوا ان هم بياكلوا الحاجة من بره، هيشكروكي عليها. هتبقي عارفة صحة ولادك اللي بتأكلوه لهم ده هيضرهم ولا ينفعهم. الحاجات اللي انت بتعمليها في البيت هتنفع ولادك، تبعد عنهم الأمراض. الحاجات اللي انت بتأكلها لهم من بره بيبقى فيها بلاوي، في مادة الفورمالين، في مواد حافظة. بلاش 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 يا بنات، بلاش تطلعوا ولادكم على الحاجات دي. اعملي الحاجة في بيتك، انت قاعدة في بيتك موراكيش حاجة، وكل حاجة بقت متيسرة. وكل حاجة بقت بالكهرباء، يعني ما فيش تعب ولا حاجة. انت تقدري تعملي كل حاجة ببيتك زي ما انا بوريكي كده. حاجة حلوة قوي وجميلة قوي، والطعم كان في حتة تانية احلى من بتاع بره مليون مرة. والله فعلا حرفيا مليون مرة. يا بنات نصيحتي ليكم والاخر مرة، بلاش نشتري حاجة من بره. الكمية عملت لي سندوتشات، كمية سندوتشات حلوة قوي تشبع. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا اللي ياكل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. كان عندي شوية مايونيز كده في قلب الكيس، قعدت اضغط عليهم. جبت يعني زي ما بقول لك مصارين الكيس كده، واحنا يعني نسيبه كده؟ لا لازم نجيب من الاخر. وخلصت اهوت يا جماعه وما خدش اي وقت. وطبعا قطعت خيار، ما يغنيش بقى طبعا الهوت دوج مع خياره مع شويه مخلل. ما اقولكوش بقى لو في طحينه ماشي. الحاجات دي كلها حلوه قوي، وهتاكلي وهتشبعي انت وعيالك. والله العظيم هتدعي لي بجد. جربيها هيعجبك. حلو قوي 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 قوي، مش هقول لكم يعني رايح فين. اهم حاجه تصلوا على النبي وتذكروا الله. اللهم